قد جربتوا قهوة القشر أو الكسكارة؟ بالنسبة لي حتكون أول مرة، first time ever. كيف ريحتها، كيف طعمها، إيش المكونات اللي فيها؟ خلينا نشوف سوا أنا وإنتوا وأنا، ويلا بينا. فعل الجرس للحصول على المزيد من الفيديوهات الرائعة من الباريستا أحمد عمر. إيش الحلاوة! يا هلا ويا مرحبا فيكم يا محبين النبي، صلوا عليه وزيدوا النبي صلاة 2 و3 و4 و10. يا محبين قهوة القشر أو الكسكارة، وصلتوا هذه حلقتكم. اللي ما يعرفني، معكم أنا باريستا أحمد عمر، والقناة هذه تخص أي حاجة تخش في مجال المقاهي. مهتم اشترك، فعل جرس التنبيهات، اللايك أول حاجة عشان تدعمني تحمسني أنزل محتويات كثير من نفس هذا المجال، وتعلق على الحسابات الموجودة الآن أمامك، انستغرام، سناب شات، خليك قريب مني فيها. قهوة قشر كسكارة عبارة عن ايش مكوناتها؟ الناس يحسبوها نفس قشر القهوة في الأخير هذه يتأخر يتحط، لا، اللي يعرف شجرة القهوة حيلاقي إنه فيها زي الكرز. الكرزة هذه هي تعتبر قشر القهوة، فاللي جوا الكيس هذا الآن هو قشر القهوة، قهوة القشر الكسكارة باللغة الإسبان. طبعا قهوة القشر هذه معروفة عند أهل اليمن وجنوب السعودية وإثيوبيا وبعض مناطق أمريكا الجنوبية. تعرف قشر القهوة بأنه هي الغلاف اللي فيها السكريات والفكهية اللي دائما تكتسبها حبة البن من القشر، فعشان كده دائما المعالجة المجففة اللي هي بعد ما يقطفوا المزارعين كرزة البن هذه، يجففوا البن بنفس الكرزة لمدة تراوح 2 تقريبا، إلين ما تجف حبة البن داخل القشرة هذه، فتكتسب حبة البن كل السكريات والفكهية الموجودة في القشرة. فاللي معنا داخل الكيس نفس القشرة هذه اللي تكسب البن المحتويات هذه كلها. بالنسبة لي بما إني عمري ما جربتها، فما أدري كيف أتخيل الطعم. هل حتكون الكوب حقي فيه له فكهية، فيه له سكرية؟ ما أعرف صراحة. الجماعة عندنا العرب، أهل اليمن والجنوب أو بعض المناطق الأخرى اللي أنا يمكن ما أعرفها، يضيفوا بعض المكونات على القهوة القشر هذه. في اللي يضيف زنجبيل، في اللي يضيف قرفة، في اللي يضيف سكر، اللي يضيفها كلها مع بعض. عن نفسي أنا حسويها رو سادة عشان أعرف القشر كيف طعمه، عشان مستقبلا ممكن أسوي لكم وصفات ومشروبات من قهوة القشر. قولوا يا رب. زودوني كافي كومبلكس، المتجر اللطيف الرهيب اللي يحتوي على أشياء جدا كثيرة لعاشقين مجال القهوة. ممكن تكتب في جوجل كافي كومبلكس، حتشوف متجرهم، حتلاقي إنه عندهم أدوات تدريب، تزويد مقاهي بالمنتجات اللي يحتاجوها. خشوا وعيشوا وابحروا. والمتجر حقهم حيسعد الهوم باريستاز، الناس اللي يسووا قهوتهم في البيت، حتلاقوا آلات وأدوات كلها عندهم هناك. وبرضو عندهم متجر في مدينة جدة إذا حابين تروحوا تزوروه، كل التفاصيل تلاقوها في موقعهم. طيب، قهوة قشر من كافي كومبلكس، التفاصيل كلها مذكورة هنا مع الوصفة وكل شيء. الكسكارة اللي معايا هنا من اليمن، يعني كسكارة أو قشر يمني، ومكتوبة في الخلف طريقة التحضير، المعالجة، الوزن اللي معايا في الكيس هذا 450 جرام. سلالة البن اللي معانا هنا تيبيكا، وهي تعتبر من أحد أصول السلالات الموجودة في عالم القهوة. ارتفاع المزرعة من 1800 إلى 2100، وهذا ارتفاع يعتبر جدا عالي، يعني النكهات اللي ممكن تكون في القهوة تكون معقدة. وطبعا المعالجة المشهورة المجففة. طيب بسم الله، يلا نفتحها. طبعا أول ما حفتحها حتفوح ريحة، ما عندي أدنى فكرة إيش الريحة تكون. بسم الله. ريحة زبيب، زبيب. طبعا هذا شكلها بعد ما جفت. أول ما تقطف من الشجرة يكون لونها أحمر أو أصفر أحيانا، هذه بعد ما جفت لأنها تجف بفترة تقريبا 20 يوم. شوفوا هذه حبة قشر ما زال جوتها حبة بن. طيب نشوف الوصفة المقترحة المكتوبة في نفس الكيس. يقول لك جهز درجة الحرارة إلى 95 درجة مئوية، تقريبا هي هذه درجة الغليان للموية. أضف 30 جرام من قشر القهوة، ونسكب 300 مليلتر من الماء، ثم دعها تنقع لمدة 5 دقائق. طيب حنستخدم هذه الوصفة. إيش الأداة اللي حنستخدمها عشان نسوي الوصفة هذه؟
ممكن نستخدم أداة الفرنش بريس، ممكن نستخدم السيرفر V60 عشان ننقع فيها القشر. أهم حاجة إنه إحنا ننقع القشر نفس طريقة الشاي. يلا نبدأ نحضرها. يلا بينا. طيب بسم الله نبدأ. جبنا الأشياء كلها، نتبع الطريقة المكتوبة في الكيس. جهز درجة الحرارة إلى 95. جهزنا الموية معانا هنا. أضف 30 جراما من قشر القهوة. الآن سيحدث هذا. هونا علي هونا. الله يا جماعة زبيب، والله زبيب. شغل الميزان ونضيف 30 جرام. في حبات بن طبعا، ما اتوقع حبات البن حتأثر كثير يعني لانها ما هي مطحونة، وفي كل الاحوال حيتصفى القشر هذا كله. طيب كذا 30 وابدا اضيف المويه. ونحسب عليها الوقت على 5 دقائق. طبعا الكمية المويه هذه احنا ممكن نلعب بيها، يعني لو جربت الوصفة انا هذه ولاحظت انه طعم القشر خفيف، اكيد اقلل كمية المويه عشان المرة الجاية يكون الطعم اقوى، والعكس برضو صحيح. هغطي عليها. دحين السؤال اللي قاعد يدور في خلدي انه القشر هذا بطعم الزبيب اللي فيه، حبة القهوة هذه المغلفة بنفس القشر هذا ايش اكتسبت من القشر؟ يعني دحين لو انا شربت البن هذا بعد ما حمصته، هل حلاقي طعم الزبيب واضح؟ يبغالي اشوف ايش القشر هذا وفين الاقي المحصول اللي ممكن اجربه بقهوة مقطرة. تجربة حتكون حلوة. يعني تخيل انت تشرب نوعية بن تعجبك، تقوم تدور على قشر القهوة وتنقع بالطريقة هذه وتجرب وتشوف ايش القشر اضاف على طعم البن. طب اذا كان القشر هذا ريحته زبيب، ومعروفة اليمن بالاشياء هذه، بالزبيب بالعسل، طيب لو اخذنا محصول من اثيوبيا ولا محصول من البرازيل ولا من اي دولة اخرى، كيف حتكون رائحة القشر؟ طب كيف طعمه؟ مسكت معايا اني ممكن اجرب انواع قشر القهوة من محاصيل جدا كثيرة. طبعا ممكن نحركها زي كده، بدأ يتغير لونها للون الاصفر. في المرحلة هذه احنا ممكن نضيف الزنجبيل المطحون او القرفة، ممكن نضيف عسل برضو. كيف المصطلحات الاسبانية دائما تكون مأخوذة من العربية؟ كاسكارا، قشر، كاسكارا، تحسها قريبة من بعض. اتوقع انه الكلمة اصولها عربية. انتوا ايش رايكم؟ باقي 10 ثواني كده اكتمل الوقت، وحبدأ اصبها واشوف. برضه زبيب. بسم الله. زبيب حقيقة على اشرب زبيب. تجربة غريبة. اتوقع طعم القرفة او طعم الزنجبيل حيضيف عليها نكهة تفوح. زي ما نعرف الزنجبيل من البهارات الفواحة اللي تعطيك طعم يفوح، فاكيد القرفة والزنجبيل حيضيفوا طعم جدا مميز. لابد اني اجرب الحركة هذه. طبعا ممكن اسوي وصفات كثيرة من القشر هذه، ممكن انقعها 24 ساعة واشوف ايش حتطلع النتيجة. ممكن اسوي بيها مشروبات باردة واضيف عليها اشياء. حتطلع مني افكار جدا كثيرة، بس استنوا علي. ممكن اسوي سيرب منه، سيرب كاسكارا بالزبيب. الله الله الله. قولوا لي انتوا ايش رايكم؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. هل قد جربتوها؟ هل بدكم تجربوها؟ قولوا لي ايش تظنوا انه ممكن تطلع نتائج احسن من هذه ولا لا؟ لايك للحلقة اذا عجبتكم، اشتركوا في القناة اذا لسه ما اشتركتوا، وتعالوا لي على الحسابات الان موجودة قدامكم. كان معكم باريستا أحمد عمر، والحلقة كذا انتهت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبة بن أفكارها كثير مان، يمكن تسويها قهوة أو ممكن تسويها عصير. تخيل هذه الحبة الصغيرة إيش ممكن من هذه الحبة يصير. اسبريسو هو دب الشت يخليك انت تنط في أرضك ثم تحط أو ممكن تضبطها على الجمر. خلينا نشوف إيش الهرجة مع أحمد عمر.